ازيكم؟ في افلام كده بتحس انها معموله عشان تتريق على المشاهد، والغريب انك رغم كده بتستمتع بيها جدا. واعتقد انه واحد من اشهر الامثله على ده هو فيلم عنتر بن شداد. لكن قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه، لان ده جدا جدا بيفرق في دعم المحتوى. ويلا بينا نبدا. فيلم عنتر بن شداد يعتبر من كلاسيكيات السينما العربيه. ناس كتيره كانت تستنى ميعاد عرضه يا جماعه في التلفزيون وكانه حدث مهم. طبعا الفيلم انتاج 1961، بطولة فريد شوقي وكوكا ونور الدمرداش، سعيد أبو بكر، وداد حمدي، وكمان فاخر فاخر، ومن إخراج نيازو مصطفى. ورغم أن الفيلم مليان أخطاء تصوير وركور وأخطاء بصرية من النوع اللي بنشوفه دايما في الأفلام بتاعت الزمن الجميل ده، زي الكوفية اللي لابسها شداد طول الوقت، اللي هي أعتقد إنها من أزياء العصر الحديث، يعني ما كانش في كوفية بالشكل ده وقتها أعتقد يعني. أو الخطأ ده مثلا لما بيبدأ عنتر يطلع السيف وبعد ما نقطع للونج شوت نلاقي لسه بيطلع السيف برضه من جديد. أو حتى اللقطة اللي ظاهر فيها انعكاس فريق التصوير كله في الخوذة دي. لكن الحقيقة ده مش أكبر مشاكل الفيلم أصلا بالنسبة لي على الأقل. المشاكل اللي هنتكلم عنها النهاردة يعتبر أعمق من مجرد أخطاء ركور أو هفوات تصوير. أول حاجة بالنسبة لي من الأخطاء كانت اللغة العربية الفصحى الركيكة. احنا هنا بنتكلم عن فيلم تاريخي بيدور عن العصر الجاهلي، وكمان عن واحد من أشهر الشخصيات العربية في التاريخ. فمن الطبيعي جدا إن اللغة تبقى عنصر أساسي في بناء العالم اللي احنا هنعمل فيه الفيلم. لكن اللي حصل في الفيلم كان شيء غريب جدا على الأقل بالنسبة لي صراحة. يعني مرة الشخصيات تتكلم بلهجة أهلنا في جنوب مصر، الصعيد مثلا، ومرة بلهجة مصرية قاهرية المصرية العادية اللي احنا نعرفها كلنا دي، ومرة بكلام أقرب للعامية الصرف، ومرة تحس إنه بيتكلم بدوي أو حاجة شبه كده يعني. فتلاقي نفسك طول الوقت مش عارف الشخصيات دي أصلا هل هي فعلا في عصر جاهلي ولا هم نسيوا وبيجوا يمثلوا كأنهم في 1960 عادي أو في 1961. اللي زعل أصلا إنه مصر يعني مليانة أدباء وشعراء وعلماء لغة يعني عظيم، يعني مصر رائدة في اللغة العربية أصلا. فيعني كانوا قادرين جدا حد يجي كمراجع لغوي كده، وكان الفيلم هيطلع بصورة أفضل من كده بكتير جدا جدا جدا. لأن يا جماعة الفيلم التاريخي مش مجرد ديكورات والله وملابس إطلاقا إطلاقا. اللغة نفسها لغة العصر نفسه، لما تعمل أي فيلم تاريخي لغة العصر نفسه اللي أنت بتعمل فيه أو لهجة العصر نفسه مهم جدا، جزء أساسي أصلا من المصداقية بتاعت ويا الفيلم. ريتها تشعر بما تجاتي من العذاب. قلوب العاشقين تبدي سرايرها وتخفيها. إذا العاشق شعر بآلام تحس المعشوقين بيها. ولكن يعني مش عارف عنتر بن شداد يعني فيلم عنتر بن شداد ليه عمل كده وليه نيازي مصطفى يعني عمل كده حقيقة. وكمان لو كان صعب تقديم فصحى متقنة، أعتقد كان ممكن مثلا نستخدم اللهجة العامية المصرية أو نعمل الفيلم مثلا بشكل بارودي مثلا أو شكل سبوف كده، يعني اللي هو ما ناخدش الفيلم بجدية مثلا ونعمله عادي بلهجة مصرية عامية خالص. أعتقد الوطن العربي كله بيفهم اللهجة المصرية، أعتقد ما فيش حد ممكن ما يفهمش اللهجة المصرية العامية. فكان الأفضل الالتزام بلهجة واحدة يعني بدل حالة التذبذب اللي موجودة طول يعني أحداث الفيلم دي، واللي خلتني أنا على الأقل متأذي وأنا بسمع الكلام أو اللاينات اللي هم بيقولوها بشكل يعني غريب كده شويتين يعني. تاني حاجة من الحاجات اللي بشوفها أخطاء يعني لا تغتفر حقيقة في فيلم عنتر بن شداد، كون عدم استخدام نقطة قوة عند عنتر بن شداد، زي إنه كان شاعر عظيم، بل إنه من أشعر عصره، من أشعر شعراء عصره. يعني الفيلم أصلا بص الفيلم أصلا قائم على إيه؟ قائم على فكرة إنه عنتر بيحب عبلة. حلو. طيب أصلا في جزء كبير من الفيلم في الأول كان بيصور عنتر على إنه أهله بيهنوه، أبوه بيهينه وبيذله، يعني مش راضي يعترف بيه والكلام ده كله. هو مستحمل ده وقاعد وبيخدم وبيقول لشداد أنت مولاي والكلام ده كله. يعني كل ده أصلا هو ليه مستحمله؟ عشان هو بيحب عبلة. طيب حلو. طب ما هو عنتر ابن شداد نفسه عنترة ابن شداد بالمناسبة، ما اسموش عنتر. أنا مش عارف ليه برضه هم خلوا الفيلم اسمه عنتر، يعني هو اسمه عنترة، اسمه عنترة ابن شداد. عنتر دي مش موجودة خالص في التاريخ، يعني عنترة ابن شداد. فعنترة أصلا في حب العبلة هو وصف حالته دي بأعظم ما يمكن إنه يوصف. تمام. يعني الغريب إن الفيلم كان بيقول لنا طول الوقت إن حب عبلة هو المحرك الأساسي لكل تصرفات عنترة، لكنه تجاهل واحد من أهم النصوص اللي بتعبر عن المعنى ده. فاهم قصدي؟ يعني طب لو الفيلم أصلا كله قائم على العلاقة دي، ليه تجاهلت واحد من أشهر أبيات عنترة أصلا اللي كان هيبقى شيء عظيم جدا لو أنت استخدمته. تمام. طبعا أنا أقصد بيت الشعر اللي هو قاله لما قال ولولا الهوى ما ذل مثلي لمثلهم ولا خضعت أسد الفلأ للثعالب. يعني
اختصر يعني بيت شعر بيختصر شخصية عنترة أصلا بالكامل، مش بس بيختصر علاقته بعبلة، لا هو بيختصر شخصية عنترة بالكامل. فارس قوي لكنه بيقبل الذل من أجل الشخص اللي هو بيحبه أو من أجل عبلة. بل والأجمل من كده إن البيت نفسه يعني بيكشف إحساس أو تناقض أو صراع عنترة الداخلي النفسي بشكل عبقري. يعني عنترة هنا بيشبه نفسه بالأسد وأهله بالثعالب. عمر الأسد ما يخضع للثعالب، يعني قانون الطبيعة بيقول كده إنه الأسد عمره ما يخضع للثعلب، ولكن هو خاضع وكونه أسد. وبالمناسبة كلمة اسم عنترة ده بين قوسين هو أصلا أحد أسماء الأسد. الأسد اسمه عنتر، تمام. فرغم هو بيوصف نفسه إنه أنا يا جماعة أسد، ورغم ذلك خاضع للناس دي، لأن أنا أصلا اللي يخليني خاضع كده مش هم، ولا مش عشان أنا بحب الخضوع، أنا فارس قوي مغوار، ولكن حب عبلة هو أو الهوى زي ما هو قال بتعبيره: ولولا الهوى ما ذل مثلي لمثلهم ولا خضعت أسد الفلا للثعالب. وثالث حاجة من الأخطاء التي لا تغتفر بالنسبة لي يا جماعة هي التلاعب بالشخصيات التاريخية. يمكن دي أصلا أكتر نقطة استفزتني في الموضوع كله، هي خلتني أعمل الفيديو أعتقد. يعني أول حاجة الفيلم اختار زي ما قلت قبل كده اسم عنتر، رغم أنه هو اسمه عنتر أصلا، يعني لأنه زي ما قلت أنه الاسم اشتهر شعبيا. يعني هو أي نعم الاسم اشتهر شعبيا، لكن الاسم التاريخي المعروف هو عنترة ابن شداد. ما فيش في التاريخ اسم عنتر، في عنترة. لكن بالنسبة لي ممكن دي تعدي عادي، ولكن المشكلة الأكبر بالنسبة لي كانت في شخصية عمارة الزيادي. عارفين الشخص اللي كان بيقول هات العطر يا ولد، هات العطر يا ولد؟ جايبينه شخصية في الفيلم ساذج جبان ضعيف، وشخص طول الوقت كده خايف، ويعني مسار للسخرية طول الوقت. لكن لما ترجع لكتب الأدب والسير العربية هتلاقي صورة مختلفة تماما. يا جماعة عمارة زيادي ده يعني بتصوروا الروايات العربية والسير كسيد في قوم، فارس وتاجر لا يشق له غبار، وكان صاحب مكانة كبيرة جدا بين العرب في زمانه. يعني ماشي، أنا أتقبل فكرة إنه أحيانا مثلا الفيلم من حقه يغير بعض التفاصيل لخدمة بعض التفاصيل، لكن أنت جبت لي النقيض تماما. أنت جبت لي نقيض عمارة زيادي، وده شيء غريب جدا. يعني ده هو كان كبير قوم وكان تاجر وفارس لا يشق له غبار. فمش عارف، لكن الفارق بين الصورة التاريخية والصورة اللي قدمها الفيلم صراحة كان كبير جدا، يعني لدرجة إن أنا يعني استفزيت. ويمكن أفضل يعني الأشياء اللي حصلت في فيلم عنترة بن شداد إنه رغم كل الأخطاء دي ورغم الأمور دي كلها، ولكن زي ما قلت في المقدمة إنه واحد من كلاسيكيات السينما العربية. ده حقيقي، ده لا خلاف عليه صراحة. يعني شيء هو فيلم أصلا لذيذ، يعني أنت عمرك ما تتضايق أبدا وأنت بتشوف فيلم عنترة بن شداد في أي وقت حقيقة يعني. وفي النهاية ورغم كل الملاحظات دي ورغم كل الأخطاء التاريخية واللغوية وأخطاء التصوير، ده يفضل زي ما قلنا عنترة بن شداد واحد من أشهر الأفلام في تاريخ السينما المصري. وكونه إن إحنا بنتكلم عليه دلوقتي فهو ده نجاح. يعني الفيلم ده أكتر من 60 سنة مثلا أعتقد، ومع ذلك إحنا لسه بنتكلم عنه. ولكن في نفس الوقت هو مثال واضح على إن الفيلم التاريخي ده مش كفاية يكون ممتع برضه، فاهم؟ يعني لا، لازم كمان يهتم باللغة، يحترم الشخصيات اللي بيقدمها، يستفيد كمان من التراث الضخم اللي بينقل منه القصة بتاعته أصلا. تمام. بس فقولوا لي في التعليقات إيه رأيكم في فيلم عنتر مش عنترة، عنتر بن شداد، وهل شايفين الملاحظات دي في محلها ولا لا الفيلم يستحق ان احنا نتغاضى عن كل ده لانه من كلاسيكيات السينما العربية والسينما المصرية. عموما لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.